هلا عمي، هلا بيك، شلونك؟ شلونك يابا؟ صحتك؟ يعني الشفقة مالتك غرت منها حقيقة. لأن أنا ألبس غير ستايل، فعليه راح ألبس نفس الستايل مالك. يا عمر حبيبي، شلونك اخبارك؟ اهلا وسهلا حبيبي فيروز، مبروك شلونك؟ المعادله يابا. الله يخليك، تسلم، اشكرك والله قلت له الا اني اهني اول واحد. ربي يحفظك. زين. اشكرك عمو. هذه الخطوه يسموها خطوه السلم الاولى. زين. شلون حشاك انت ولو يعني كبير بالعمر، يعني ان شاء الله مقامك عالي. شلون الطفل من اول خطوه يصعد الدرجه الاولى؟ اي والله. ولو دورات الجماعه ما يقبلون يعني يحكي شويه بالتفاصيل اكثر. لا اني هم مسوي لي ترى شو اسمه شو يسموها هاي القبه الفكريه. قمع عن التعبير. قمع فكري مسوي لي قمع فكري. شو تسوي يابا؟ امورنا صارت بيد الشباب، بعد ما نقدر نسوي شيء. اي والله. اي. شلونك يابا؟ الله يخليك. طبعا انا احب اهنيك، وان شاء الله المستقبل يعني على قولة المثل انت بس تخلي رجلك على السرج ينطلق الفرس. ان شاء الله. زين. ان شاء الله. فهذه الخطوه جدا مهمه. انا دائما انصح الشباب، يعني ولدنا اقول ذولا هسه بالله ذولا اكو هنا هنود فلبينيين من كل دول العالم يذبح نفسه حتى يوصل لنا، واحنا ولدنا عندهم فرصه، يعني عنده فرصه يجي ويحقق طموحه يحصل على شهاده ويحقق مستقبل راقي. وشلون راح اجي؟ وش راح اسوي؟ وش راح اتصور؟ ذاك اليوم واحد يسالني يقول زين انا ايش راح اتصور هاي القاره بشرفك هاي القاره ملفيه نص مليار بشر. يسالني يقول لي عمو زين انا اذا جيت ايش راح اشتغل؟ هو هنا نظام يشجعك انه تشتغل، تعمل، تسوي فلوس، تنجح. بس انا حشاك اني من رحت وحده من الدول بالحدود افطولي، بس قرأني من بغداد زين ويريد يستفزني وكذا هالمسائل، يعني صارت صوفتنا حمراء على قولة المثل. بس مع هذا القمع الفكري ما يخليني احكي اكثر من اللازم. زين عيني. مبروك عليك يا مبروك.